سلام. من؟ علي من الكويت، بارك الله فيكم. اهلا بك استاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم الى يوم الدين. اولا جزاك الله خير يا شيخنا شيخ عدنان عرعور، بالله يدرك حقيقه. انا فقط اسال الضيف اللي عندكم الشيعي، اقول له هل الكتب التي اتيت بها يا شيخ هل قراتها؟ ارجو الاجابه فقط. هل قرات الكتب التي اتيت بها من كتاب صيانه القران وغيرها؟ هل قراتهم؟ نعم شكرا يا أستاذ، هل قرأتهم؟ بس بارك الله فيكم، أريد أن أكمل المشاركة. قرأهم أم لا؟ نعم قرأتهم. وكيف آتي بشيء لو أقرأه؟ ممتاز. هل فيها تكفير من قال بالتحريف؟ نعم. هل فيها تكفير من قال بالتحريف؟ حينما نقول أن كل من قال بتحريف الكتاب زيادة ونقصا. هذه الكتب التي أتيت بها 4 كتب أو 5، أتحداك إن وجدت بها تكفير من يقول بالتحريف. نحن ليس نعم أو لا. أن نقول أن نعم. من الشيعة لم يقول بالتحريف، لا، من الشيعة من لم يقل بالتحريف، لكن نحن نبحث في من قال بالتحريف. نعم. نحن نبحث في من قال بالتحريف، وهذه حيدة جميلة منك. نعم. أيضا يا أستاذ الكريم، فضل. أنا الآن سأسأل سؤال فاصل وأدع التقييم للجمهور جميعا. أنا الآن أسأل الشيخ عدنان العرعور، شيخنا بارك الله فيك، هل تكفر من يقول بالتحريف؟ أجبني الآن بارك الله فيك. لا أكفر من لا يكفره. الله أكبر. أكفر من لا يا أستاذ يكفره. محمود، شكرا. هل تكفر من شكرا. يقول بالتحريف؟ شكرا أستاذ أخ علي. محمود، هل تكفر من يقول بالتحريف؟ تفضل. رد يا استاذ محمود. لا أرد. هل تكفر من يقول بالتحريف؟ لا أرد على هذا السفاه وتكفير الناس على عواهنه. نحن نقول كلاما مضبطا لمن يعي. نعم. لمن يعي. نحن نقول أن هذا كتاب الله تعالى. نعم. وكل من لا يعترف بهذا الكتاب من فاتحة الكتاب حتى الناس فهو ليس على ملة الإسلام. طب اللي يعتقد بالتحريف هذا باختصار عن طريق هتتداخل هنلف. أيوه. هتتداخل هديله وقت زياده. هنقول تاني. هديك وقت زياده. تفضل. انا سؤال